بصوا يا جماعة، معلش انتوا برضو بتفهموا اكتر مني في الكورة. الكورة دي المحللين العرب والمصريين قالوا ان هي مش ضربة جزاء، باعتبار ان اللاعب ايديه ما خرجتش بره جسمه بشكل كبير. الحالة دي انا مش هتكلم فيها خالص. مش دي، مش ده موضوعي. تمام. انا عايزك معايا تشوف دي طبعا لما الحارس كانت معاه الكورة ووقعت منه والكهربا لحقها. دي احنا فاكرينها. تمام. فلتت خلاص، كهربا بيجيبها، المفروض ان كهربا هيشوط كده الكرة في استحواذ كهربا. الحارس بيعمل ايه بقى؟ دي ايه يا جدعان دي؟ مفيش بني ادم اتكلم عليها، هو خلاص كهربا بيشوط وهو بيقع. فانها تيجي او ما تجيش ده موضوع تاني. يعني مفيش حد اتكلم عليها خالص. يعني يا جدعان، الناس اللي بتحلل، دي ايه دي؟ ما كانش ينفع حد يتكلم على دي ويقول ان دي ضربة جزاء؟ هو والشبكة والحارس بيمسك بيحضن رجله. وبعدين حد يفهمني ايه سر انه محتفظ دايما انه لازم ينزل موديست في اخر الماتش. شفت ايه من موديست؟ شفنا ايه احنا منه؟ مهريا ولا بدنيا؟ الراجل ما شاء الله، حاجة عملاقة. ما شفناش منه حتى قوة بدنية في الملعب. يعني ليه بتغامر بيه وانت ما شفتش منه حاجة في ماتش انت محتاج فيه حد يجيب جون؟ انا عندي كنت تسيب كهربا، يعني كان ممرمط نفسه احسن من موديست بصراحة. وبعدين تاو اللي ما بيضمش لجوه خالص ده، انا عارف انه مش بمزاج تاو، تعليمات من كولر. ليه ما بتخلوش يضم لجوه؟ يعني انت عايزه يبقى جناح يمين مثلا بس يضم لجوه. تاو بيخرب الدنيا لما بيلعب في المنطقة، يعني في منطقة الجزاء. ليه كنت راكنه كده؟ الشوط التاني ما جاش خالص. مع احترامي والله العظيم يا جماعة صلاح محسن وكل الناس اللي بيحبوا صلاح محسن، يعني انا عارف ان هو مهاجم قوي وكل حاجة. مفيش يا جدعان، انا ما بيظهرش مع الاهلي خالص. حاسه مش مندمج، حاسه. انتوا عارفين يعني ايه راس حربة للنادي الاهلي؟ يعني فلافيو، يعني متعب، يعني لازم يبقى في حد تقيل. في الاخر يقوم رايح جايب موديست. انا مش فاهم ازاي فرقة جت في يوم من الايام اشترت واحد اسمه بيرسي تاو تروح تجيب موديست. مش فاهمها. مبدئيا كده يا جماعة، انا بحب معلول جدا 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 والله العظيم. بس لما يتعب دوري كمدير فني ان انا اريحه. لما نفسيته يعني يبقى متضايق عشان خاطر ضيع ضربة الجزاء مش عارف يكمل معايا بقية الماتش، اغيره. ولا انت بتقول لنا انه لا انا معلول عندي ملوش بديل؟ يعني انا اقسم بالله بحبه، بس انا بحب النادي الاهلي اكتر. فحكاية التبديلات والتوفيقات اللي بتحصل دي، انا لحد دلوقتي مش ماسك قوام للاهلي في راس حربة وناس جامدة تحت. يعني معلش يا جدعان، ماتش يضايق ويزعل. كل الاهلاويه زعلانين النهارده اقسم بالله. اللي هو خسرنا 1-0 بهدف متخلف، وجينا هنا اتعادلنا وسط ناس عماله بتصرخ في الملعب، وحوش كانت بتشجع، وروحوا كلهم زعلانين. وبعدين يا جد كولر، بتلعب ربع ساعة قصاد فرقة ناقصة واحد. يعني اهدى واللعيبة تلعب حلو، مش عمالين نبعت بلالين كده ونشوط لعب اللي هو معلش فرقة درجة تانية. عيد تنظيم الفرقة كده وقول لي بيرسي تاو ضم على جوه وحسسني ان الاهلي ضاغط بقى، الاهلي زيادة، الاهلي هيكسب. لكن احنا نفضل دمنا محروق ومودست جوه ما شاء الله خاربها. خلال المباراة يا جماعة انا شفت الراجل الطيب ده قاعد على الدكة. مين الراجل ده؟ حد يعرفه؟ واما هو خالد بيبو المفروض ان هو مسك مكان سيد عبد الحفيظ دلوقتي. ليه القعده دي؟ ليه قعده الدكه دي؟ هو انت مستني تبديل؟ شايف فيه ظلم تحكيمي وشايف فيه زفت ولاعيبه عماله تتكسر واكرم توفيق كان هيرجع تاني للمستشفى. يعني قوم اعمل حاجه كده، اعمل ضغط على الحكم يا اخي. لكن احنا هنمشي في دور المظلومين؟ ايه ده؟ لا بس يضحقك عليا، جبت سيرتك بالغلط، انا اسف.
لا يا باشا ريح انت، مش قصدي حاجة. في الآخر بقى، وعشان موضوع الظلم التحكيمي أنا عايز رأيك أنت، هل دي أنت شايفها فيها ضربة جزاء ولا لأ؟ بأمانة الله وأنا مصدقك.